السرور. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وخير مما يجمعون، لأننا الآن في أفضل ما يجمع، لأننا جئنا هنا لحفل تخرج القرآن الكريم. أيها الأخوة الكرام، مرحبا بكم من جديد جميعا. دعوني أقول لكم طريقة السير برنامجنا بإذن الله تعالى. سيكون ما يلي بإذن الله تعالى. أول بداية كلمة ترحيب لأخ عبد الله محمد جل، ثم بعد ذلك طلاب القراءات، ويليه مجموعة تصحيح القرآن الكريم، ثم بعد ذلك مجموعة الجزرية في حفظ مثل الجزرية، وختاما تحفة الأطفال، مجموعة تحفة الأطفال، مثل تحفة الأطفال. هذا ما يتعلق من جانب الطلاب. أما مما يتخلله بإذن الله تعالى من ضيوفنا الكرام، مما دعوني أقول لكم معنا كوكبة والدرر من الفضلاء من العلماء والقراء، أستطيع أن أقول هم علماء بلد، وأقول لهم مرحبا بكم جميعا، وما فيهم الدكتور محمد الزمام، متخصص في علوم القرآن الكريم، ومعنا أيضا الشيخ الأزهري الشيخ عبد الآخر، ومعنا أيضا الشيخ يحيى الذي غني عن التعريف، ومعنا والشيخ الكبير الأستاذ صاحب المقام الأستاذ محمد المرتب محمد جديد. ونرحبكم جميعا وجزاكم الله خيرا جزيلا. ولا يسود ولا لمانتي ان شاء الله تعالى وحنفرضنا برنامج كيني ويقول الله باذن الله تعالى وحندون يا لمانتي على الله كإدراك من قوله سبحانه وتعالى فبذلك فليفرحوا تمام تهدينا فرحة لأنه ما هي وحنفرنا ميل لو ده بالدغيو إلهي كتاب كيسي لو ده بالدغيو يا جونا وماشي أو قيمة بني سادت وحندون يا لمانتي إنها فرحة لأنه مفرح سدين. جزاكم الله خير. إلهي كمان خير من قرار مريو نجي والدين إن قدام بيجي نحرق والله بإذن الله تعالى. برنامج كنا يا إن شاء الله تعالى يا بذكرنا وحنصور ويننا أرض يقال له عبد الله محمد جل وإنه فرضوا بإذن الله تعالى آيات من القرآن الكريم. بركة وحنصور ويننا يقرأ لهذا وأكتب المكتب برنامج كثير الواقع. وكلمة الترحيب يعني كلمة أسودوين هو مرتضى يوم مال الأسودوين وحنا مارت ياسيرنا عبد الله محمد جل. عبد الله محمد جل سلوه بارك الله فيك وجزاك الله خير.